كمان اتكلمنا عن الفنانة التونسية ايناس النجار، واللي كان في اخبار عن انفصالها عن زوجها رجل الاعمال مصطفى محفوظ بعد جواز استمر لمدة شهر واحد بس. الجواز تم في حفل بسيط حضر مجموعة من أهل وأصدقاء العروسين، بس بعد كده اتفاجئ الكل بخبر الانفصال اللي قالت إيناس إنه سببه عملها في الفن، ووصفته بأنه خط أحمر ومش هيسمح لحد إنه يقرب منه. وكان واضح من كلامها إن طليقها كان عاوزها تعتزل الفن، بس بعد كده إيناس رجعت وقالت الانفصال تم في هدوء، بس كلامها وتصريحاتها على كل المواقع والحوارات اللي أجرتها بتؤكد إن طلاقها ما كانش فيه هدوء خالص. لكن لو دي حقيقة الانفصال اللي بتقول عليه إيناس، ليه طلعت وصرحت في أكتر من مكان بأنها تجربة مش عايزة تتكلم عنها وهتحاول تنساها؟ والله لا، ما ناقشناش الطلاق السريع، بس تجربتي الشخصية يعني الموضوع كله اسم ونصيب، ومحمد شخص محترم جدا وحد كويس، بس اختلاف في وجهات النظر، اختلاف على شغلي، وأنا بالنسبة لي موضوع شغلي ده موضوع مهم جدا في حياتي، وخصوصا ان احنا كنا مش متكلمين فيه دايركت واتكلمنا فيه بعد كتب الكتاب، يعني هي يعتبر خطوبة اكتر من كتب، يعني اكتر من جواز، لان الجواز كان هيتعمل في شهر 4 الفرح وكده.